الوعي عند الشباب فقدنا دور المدرسه وفقدنا دور الام. الاثنين دول لما ضاعوا مننا اكيد طلع يعني شباب زي ما الدكاتره قالوا ان هو بقى الموبايل هو اللي بياخدوا معلومات، هو ده مصدر المعلومه او المصدر الاساسي لتكوين شخصيتهم وفكرهم، فبياخدهم وبيقودهم وعندهم الحريه ان هو بيخش الشاب او تدخل البنت لمجالات ومتاهات، واحنا طبعا عارفين الحريه او المجال المفتوح في الانترنت، فبياخدهم لحاجات غريبه عنا واحنا يعني مش حاسين. الام انا يعني في رايي يعني قبل الاب، لان الام زي ما احنا اتربينا كان كل والناس الكبيره اللي زي حالاتي امهم كانت هي الاساس غير الاب. الاب اغلب الوقت بره، لكن الام في البيت هي نظره المدرسه. حته ان الام في البيت يعني دورها اكبر قوي من انه يكون بره البيت بصراحه، يعني بيقولوا بقى عليها زي ما بيقولوا. لكن المدرسه اصبحت دلوقتي يعني ما لهاش دور خالص. يعني احنا اتعلمنا الهدوء في المدرسه، وكانت المدرسين، وعمري ما انسى استاذي في ابتدائي استاذ علي، يعني الله يديه الصحه اذا كان عايش او متوفي، كان بيعلمنا ان احنا نطلع على السبوره ونتوضا ونتخيل ان حنفيه الميه عندنا مفتوحه، ويقول لك لا انت فاتح الميه زياده، اقفل الميه لان انت يعني تستخدم الميه كتير، واحنا مش فاتحين الميه ولا حاجه، احنا بنتخيل. يعني تخيلي ان ده موجود، يعني راسب موجود في دماغنا احنا لحد الان من المدرسه. خدنا وعلمنا الصلاه في المسجد بتاع المدرسه. يعني فين المدرسه دلوقتي؟ فين الام دلوقتي؟ هم دول لو رجعوا يعني مهما اتقال ومهما